كيتو، باليو، نباتي، قليل الكربوهيدرات، عالي البروتين. في أنظمة غذائية كتير بعدد الناس اللي على كوكب الأرض. ليه كتير مننا بيفشل لما بيحاول يتبع نظام من الأنظمة دي؟ النهاردة هنعرف الحقيقة المدهشة ورا فشل الأنظمة الغذائية. أهلا بكم مرة تانية، معاكم دكتور أحمد متولي، ويلا بينا نخش على الموضوع على طول. عمرك ابتديت في دايت وانت مليان بالأمل ومليان بالعزيمة، وابتديت بطاقة كبيرة ونشاط كبير، وفجأة لقيت نفسك بعد أسبوعين تلاتة، شهرين تلاتة، فجأة عزيمتك راحت، فجأة مش عايز تعمل الدايت، فجأة لقيت نفسك وزنك ثابت، فجأة لقيت نفسك بتعك؟ انت مش لوحدك. منظمة الصحة العالمية بتقولك إن 80% من الأنظمة الغذائية بتفشل بعد من 3 ل6 شهور، وبتقولك كمان إن 98% من الأشخاص اللي بيفقدوا وزن ويوصلوا للوزن المثالي يرجع لهم تاني في خلال 5 سنين. الله، طب ليه ده بيحصل؟ الإجابة ممكن تفاجئك. خد عندك المعلومة دي كمان. الاتحاد العالمي للسمنة في سنة 2021 قالك إن 2.8 مليون شخص بيموتوا سنويا بسبب مضاعفات بتسببها زيادة الوزن أو السمنة. وفي نفس الوقت في 2021 الفتنس اندستري أو صناعة الفتنس والدايتات وكده بلغت مليارات الدولارات، ومكملة في النمو كمان. طب ايه سبب الانفصال ده؟ ليه صحتنا بتبوظ وفي نفس الوقت الفتنس اندستري بتزدهر؟ اولا، كل شخص مختلف عن الشخص التاني، زي بصمات الصوابع بالظبط. مفيش شخص ينفع تبقى بصمته زي التاني، وفي نفس الوقت ما ينفعش شخص ياخد نفس النظام الغذائي زي الشخص التاني. في أنظمة جنرال ممكن تشتغل على 2 على 3 على 10، ولكن هل الأنظمة دي هينفع تستمر 6 شهور، سنة؟ هل الشخص ده نفس الشخص التاني في الميتابوليزم، في الحرق، في الجينات، في الهرمونات، في الوزن، في الطول، في السن، في كل ده؟ أكيد لأ. وكمان جسم كل شخص بيستجيب للأكل غير الشخص التاني، وكنا قلنا الكلام ده في فيديو قبل كده. التوائم بيزيدوا زي بعض وبيخسوا زي بعض. طب كان ايه السبب دوت؟ السبب دوت ان هما جيناتهم واحده، عشان كده لو نظام نفع لشخص ما ينفعش ينفع للشخص التاني. ثانيا، معظم الانظمه الغذائيه بتركز انها تنزل الوزن مش الدهون، وتنزل الوزن بسرعه جدا. فايه اللي بيحصل؟ فانت بتنزل دهون وميه وعضلات. النتيجه ايه؟ النتيجه ان جسمك بيخش في حاجه اسمها نقص في الحرق، او نقص في حاجه اسمها التوتال انرجي اكسبندتشر. او يعني ايه توتال انرجي اكسبندتشر؟ الحرق الاجمالي بتاعك يوميا بيقل. فبدل ما انت مثلا 100 كيلو وبتحرق 3000 سعر، هتبقى 80 كيلو وبتحرق 1800 سعر او 1600 سعر. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان حرقك هيقل جدا، ففجأة هتلاقي نفسك مش قادر تخس، وفي نفس الوقت هتتخن تاني. كمان معظم الأنظمة الغذائية بتبوظ هرمونات الجوع والشبع بتاعتك. أول ما تبتدي تعمل دايت، هرمون الجريلين كنا اتكلمنا عليه قبل كده. هرمون الجريلين بيزود الجوع، والليبتين بيزود الشبع. فأول ما تبتدي تعمل دايت كتير، بالذات دايت الحرمان، قليل السعرات، قليل الفايبرز، الكلام دوت، هرمون الجوع بيزيد جدا جدا، هرمون الشبع بيقل جدا، فأنت على طول زهقان. فأنت بتعتمد اعتماد كامل على الإرادة، على إرادتك فقط. والإرادة دي عاملة زي البطارية. البطارية هتفضى، كده كده هتفضى. فلو هتعتمد على الإرادة فقط يبقى أنت دايما خسران. كمان لازم تعرف إن أي نظام غذائي بيشيل مجموعة غذائية كاملة، زي قليل الكربوهيدرات، الكيتوجينيك والباليو، زي قليل الدهون، زي الكارنيفور أو البروتين بس، كل الأنظمة دي أنظمة حرمانية. خلاص، بتحرم جسمك من عناصر غذائية مهمة جدا، بتحرم جسمك من البالانس بتاع الهرمونات، بتاع العناصر الغذائيه بتاع الكلام دوت. الجسم لازم يشتغل بفعاليه كافيه. الحاجات دي كلها هي قيود بتكتف الجسم وتحطه تحت ستريس ملوش داعي، والجسم ما يقدرش يكمل فيها فتره طويله. طيب تعالوا نلخص الكلام اللي قلناه. معظم الأنظمة الغذائية بيفشل عشان أولا ما بياخدش في الاعتبار الاختلافات الفردية من شخص للتاني. ثانيا، معدل الحرق بيقل كل ما بتعمل دايت، بالذات لو دايت قاسي، التوتال انرجي اكسبندتشر بتقل. ثالثا، الهرمونات بتاعت الجوع والشبع بتتلخبط جامد جدا. رابعا، الأنظمة الغذائية اللي بتشيل مجموعة غذائية كاملة كده كده بتعمل قيود وبتعمل علاقة غير صحية مع الطعام، وما ينفعش طبعا إن احنا نستمر فيها لفترة طويلة. لازم النظام الغذائي بتاعنا يكون لينا احنا لوحدنا بس،
لازم يكون متوازن في كل العناصر الغذائية، وكمان لازم يكون معاه حاجات تانية. أنت لما تيجي تحارب بجيش بتحارب مشاة بس، ولا بتحارب بالمشاة والمدفعية والطيران وكل الكلام دوت؟ ما ينفعش احارب بحاجه واحده بس. والدايت هو جزء صغير من الحياه الصحيه المتكامله، لازم ناخد بالاعتبار كل النواحي الصحيه عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. انا عارف ان ده كلام كتير قوي عشان نستوعبه، وكلام الى حد كبير محبط، لكن ما تقلقش خالص، احنا معاك. انا بدعوك ان انت تزور الويب سايت بتاعي دكتور احمد متولي دوت كوم، www.دكتوراحمدمتولي.com. هتلاقي فيه معلومات كويسه جدا، هتلاقي حاسب السعرات الكالوري كالكوليتور بتاعنا المجاني تماما، وهتلاقي خدمه الاستشاره المجانيه. بنعمل لك نظام غذائي مش دايت، احنا بنعمل نظام غذائي، بنعمل تغذيه صحيه فري تماما، مميزه جدا ومميزه جدا ليك انت بس. ما ينفعش حد تاني يستعملها غيرك، ان هي هتبقى مصممه خصيصا ليك انت لوحدك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو وشير الفيديو ده لاصحابك، وزور الويب سايت بتاعي، وهتلاقي حاجات تانية كتير مستنياك ان شاء الله. اشوفكم مرة تانية. معاكم دكتور احمد متولي. باي باي.